دلوقتي في سنة 2010 عدد سكان العالم وصلوا ل7 مليار نسمة. عدد سكان مصر 87 مليون. سعر دولار في مصر 5 جنيه و80 قرش. متوسط المرتبات من 1000 ل 2000 جنيه مصري. التكنولوجيا ما زالت بتتطور بسرعة قياسية. شركة آبل كانت بتسحب البساط من النوكيا والبلاك بيري اللي العالم بيتغير من حواليهم وهم ثابتين مكانهم وشكلهم قريب هيختفوا وهتحل مكانهم شركات جديدة. وآبل بتنزل في الجيل الرابع وأجهزة آيفون 4 وآيباد، وأنظمة أندرويد ابتدت تنتشر بشكل واسع. في الألعاب بقى في منافسين كتير للبلاي ستيشن وشركة سوني، فبقى بينافس جهاز بلاي ستيشن 3 أجهزة تانية زي وي من شركة نينتندو وجهاز إكس بوكس 360. السوشيال ميديا بتتطور بصورة مذهلة، وعدد المشتركين على فيسبوك بمئات الملايين، وفي مصر بقى منتشر أكتر من السنين اللي فاتت. و6 أكتوبر 2010 كانت بداية تطبيق انستجرام. التلفزيون لحد دلوقتي مسيطر، وكانت القناة القوية والمنافسة للتلفزيون المحلي هي قناة الحياة مع باقي الفضائيات زي NBC، روتانا، ميلودي، ART ودريم والمحور. أما البرامج التلفزيونية فكانت منتشرة زي برامج المسابقات واللي جذبت الجمهور وقتها زي لعبة الحياة أو ديل أور نو ديل وبرنامج 1 ضد 100. وفي نفس السنة بدأ التجهيز لأول نسخة من برنامج Arabs Got Talent. وبعد ما عرفنا لمحة سريعة عن شكل العالم، تعال أحكي لك عن أهم أحداث السنة حيث كنا أنا وأنت لا نحمل هماً. يناير 2010. إحنا دلوقتي في يناير 2010 وتحديداً يوم 4 يناير. الناس في كل دول العالم ما كانوش لسه خلصوا من احتفالات راس السنة الجديدة، علشان بعدها يلاقوا احتفال أضخم من باقي الاحتفالات في مدينة ما كانش لسه كتير وقتها يسمعوا عنها، وهي دبي. لأن اليوم ده شهد احتفالية افتتاح برج خليفة، أضخم برج في العالم وأعلى بناء وصل له الإنسان، واللي كان ارتفاعه 828 متر. البرج اللي تروج له كمدينة عمودية متكاملة فيها كل حاجة، ولحد النهاردة هو أطول برج في العالم. ومن دبي نتجه لأنجولا، لأن في يوم 10 يناير بدأت فعاليات بطولة أفريقيا والمقامة على أرضها. البطولة اللي كسبتها مصر في آخر نسختين 2006 و2008، وفي وقتها بتحاول كل منتخبات أفريقيا إنها توقف هيمنة منتخب الساجدين على البطولة. وقبلها بيومين حصلت مشكلة كبيرة لما انسحب منتخب توجو بعد ما تهاجم أتوبيس منتخبهم من مسلحين في أنجولا. منتخبنا داخل بفريق تقيل في معظم أبطال النسخ القديمة، استبعد منها ناس زي محمد شوقي ومحمد حمص، لكن جايبين معاهم شاب جديد بيلعب في الاتحاد السكندري، يعني لا أهلي ولا زمالك. الشاب ده اسمه محمد ناجي جدو، ومحدش عارف هل هيكون مؤثر في البطولة دي ولا جاي كمالة عدد. كل الشعب المصري عايز البطولة دي بعد فشل صعودنا لكاس العالم بسبب الجزائر وبسبب الأحداث المأساوية اللي حصلت في درمان بالسودان. تبدأ البطولة ومصر في مجموعة صعبة فيها نيجيريا وموزمبيق وبنين، ومن أول ماتش ضد نيجيريا يسجل جدو، ده شكله هيعملها ولا إيه؟ وتفضل البطولة مستمرة لحد 31 يناير، ومصر تلاعب غانا في نهائي البطولة، وفي ماتش أسطوري مصر تكسب بأقدام جدو. حتى ساعتها أنا فاكر إن كان في مثل بيقولك عاوز تهده هاتله جدو، ويشيل المنتخب أغلى وآخر بطولة كسبها لحد وقت نزول الحلقة، ويحصل جدو على جايزة أفضل لاعب بديل في النسخة دي من البطولة. إبريل 2010 بيمر شهر فبراير ومارس، لكن مع إبريل بيصحى العالم على حدث طبيعي كبير وهي ثورة بركان إيافيالايوكل، ويا رب أكون نطقت اسمه صح. وده حصل في أيسلندا، ولدخان البركان ده اتسبب في منع السفر في كل أنحاء أوروبا بتاريخ 14 إبريل، وتسبب بخسائر ضخمة اقتصادية. وفضل البركان نشط لفترة لحد ما وقف مع خوف العالم إنه يثور من جديد. مايو 2010، وفي شهر مايو حصل حادث مأساوي كاستمرار لجرائم المحتل اللي بنسردها لك طول السنين، والحادث المرة دي هي الهجوم على أسطول الحرية، واللي حصلت بتاريخ 31 مايو. وده لما حاول نشطاء مسالمين من تركيا وأكتر من دولة إنهم يرسلوا مساعدات إنسانية لقطاع غزة بعد الحصار الاقتصادي والشامل على القطاع وتجويع أهله. ورغم ان الحملة الإعلامية أكدت انهم مش مسلحين وانهم رايحين يساعدوا ناس بتعاني لأكتر من 3 سنين، لكن كالعادة جه الرد السافل عليهم بالهجوم بقطع بحرية ومروحيات استشهد فيها 19 واتصاب حوالي 60 شخص، وفشلوا في الوصول للقطاع. وبعدها راح الموضوع للمحكمة الدولية، بس خلاص انت بقيت عارف اللي فيها. وفي 22 مايو يقام نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب السانتياغو في أسبانيا، لكن بين إنتر ميلان بقيادة مورينيو ضد بايرن ميونخ، واللي تنتهي بتتويج الفريق الإيطالي بدوري الأبطال.
وفي يوم 28 مايو بيرحل عن عالمنا ملك الدراما، واحد من أهم الكتاب في تاريخ مصر، وهو الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، مؤلف أعمال مهمة وأيقونية زي ليالي الحلمية اللي أثر في أجيال كاملة، ومسلسل أرابيسك، والراية البيضاء، وضمير أبلة حكمت، وغيرهم من الأعمال اللي شكلت وجدان المصريين. يونيو 2010، ومع بداية شهر يونيو حصل فيه حدث هيغير كتير في تاريخ مصر، مجرد شرارة صغيرة لحاجة أكبر بعد شهور، وده في يوم 6 يونيو لما استشهد المواطن المصري خالد سعيد. وبعدها بأيام في 10 يونيو اتأسس جروب على الفيسبوك اسمه كلنا خالد سعيد للتنديد باللي حصل، ومحدش كان متوقع اللي هيحصل بعدها. وفي يوم 11 تتجه كل أنظار العالم على أفريقيا علشان أهم حدث كروي في العالم، وهو كأس العالم، واللي كان أول مرة في التاريخ يقام في دولة إفريقية، وتحديدا جنوب أفريقيا، بمشاركة كل العتاولة وأساطير اللعبة. البطولة اللي ابتدت بأغنية شاكيرا وكاواكا، وبتعادل في الماتش الافتتاحي بين جنوب أفريقيا والمكسيك. وطبعا كان نجم البطولة هو الاخطبوط بول، اللي كان بيتوقع الفايز في كل ماتش، واللي تنبأ بفوز إسبانيا. وبينما البطولة شغالة خرج ستيف جوبز في 24 يونيو علشان يعلن عن أحدث تليفونات آيفون، وهو العملاق آيفون 4، واحد من أعظم التليفونات في التاريخ، وأول أجهزة الجيل الرابع، واللي مبيعاته في أول 3 شهور باع 30 مليون نسخة، وبعدها انطلق في العالم كله. يوليو 2010 يبدأ شهر يوليو لسه كاس العالم مكمل معانا، وأسبانيا بعد بداية مخيبة بتحقق الريمونتادا علشان في 11 يوليو يتقابل أسبانيا وهولندا في النهائي، وبعد مباراة كبيرة بتفوز أسبانيا بأول كاس ليها مع جيل الأساطير من كاسياس وبيكيه وأنيستا وتشافي ألونسو وغيرهم. وبعد نهاية البطولة بأيام ظهرت مفاجأة جديدة من عالم الإنترنت، لما في يوم 25 يوليو اتسربت وثائق من موقع الويب ويكيليكس، واللي اتنشر عليه حوالي 91731 وثيقة داخلية خاصة بجيش أمريكا، أغلبها سرية عن حرب أفغانستان، وكانت إحراج لحكومتهم وكشفت أكاذيبهم. وبينتهي الشهر بنهاية حزينة في باكستان لما حصلت فيضانات قوية يوم 27 يوليو، وراح ضحيتها حوالي 2000 إنسان ومتضررين بالملايين. أغسطس 2010، وفي بداية شهر أغسطس بيتابع العالم حاجة مختلفة شوية، مش حدث كروي ولا سياسي، ولكن عملية إنقاذ. وده حصل يوم 5 أغسطس لما العالم تابع عملية إنقاذ عمال منجم في تشيلي اتحصروا تحت عمق 700 متر تحت الأرض، وتعاونت دول كتير ومعدات حديثة بأحدث الكبسولات وأدوات الحفر، لحد ما تم إنقاذ 33 عامل فضلوا لمدة يوم كامل محبوسين. ومع شهر أغسطس واللي بيتزامن توقيته مع شهر رمضان المبارك، وبيبدأ أول يوم سحور في 9 أغسطس عشان صباح 10 أغسطس هو أول أيام الشهر الكريم. الأجواء جميلة كالعادة، مصر كلها في الشارع فطار وسحور، وطبعا مش محتاج أقول لك أن رمضان في مصر مميز عن أي رمضان في العالم كله. وعلى جانب الدراما فالسنة دي مميزة لأن اتعرض فيها أغلب الأعمال الكوميدية اللي بنحبها لحد النهاردة، فكفاية تعرف أن اتعرض فيه أول أجزاء الكبير أسطورة أحمد مكي، المسلسل اللي زاول مصر كلها، لأن مع يوم 16 رمضان كانت كل الناس مستنية الحلقة رقم 16، لكن اتعاد من الأول، وتعرف بعدين أن المسلسل 15 حلقة بس بسبب مشكلة صحية لأحمد مكي وقتها. كمان اتعرض في الوقت ده المسلسل الجميل أزمة سكر لأحمد عيد، وأجمل أعمال سامح حسين مسلسل اللص والكتاب، أو بالاسم الأشهر فطين وميشو. وعندك أعمال تانية قوية زي شيخ العرب همام لدكتور يحيى الفخراني، ومسلسل العار، وطبعا باب الحرم كمل معانا. سبتمبر 2010، ومع بداية شهر سبتمبر كان بينتهي شهر رمضان المعظم، وبدأ عيد الفطر 9 سبتمبر بأجواء احتفالية جميلة ربنا يديمها على مصر. واتعرض وقتها في السينمات أنجح أعمال الثلاثي، وهو فيلم سمير وشهير وبهير لشيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي. نوفمبر 2010، شهر نوفمبر ما حصلش فيه أحداث مهمة غير بس يا دوبك انتخابات مجلس الشعب في مصر، واللي حصل عليها مشاكل كتير وخرجت منها بعض الأحزاب بسبب اتهامهم للحزب الحاكم بالتزوير في النتائج. ديسمبر 2010، وفي آخر السنة انعقد مؤتمر الفيفا لاختيار الدول المنظمة لكأس العالم 2018-2022، وكانت أول مفاجأة فيه هو اختيار روسيا لتنظيم بطولة 2018. أما المفاجأة الأكبر هي اختيار قطر لشرف تنظيم كأس العالم لسنة 2022 كأول دولة عربية والشرق الأوسط تستضيف البطولة دي. فيا رب المرة دي ميسي يعملها ويجيب البطولة. ومن الفرحة العربية بيشتعل الغضب العربي، الغضب اللي هيغير شكل المنطقة وخريطتها ووضعها لحد النهاردة. وكانت بداية الغضب ده يوم 17 ديسمبر، اليوم اللي بدأ فيه مسمى الربيع العربي. وكانت شرارة البداية لما قام شاب تونسي فقير اسمه محمد البوعزيزي وأشعل النار في نفسه قدام مقر الحكومة بعد ما اتصدرت العربية بتاعته من الشرطة.
ومن بعدها خرجت مظاهرات في كل أنحاء تونس ضد الحكومة وضد الرئيس زين العابدين بن علي، الثورة اللي هتفتح الباب لثورات كتير بعدها بشهور في مصر وسوريا واليمن وغيرهم من البلدان العربية. وبس. وفي الآخر سنة 2010 مرت بكل لحظاتها الجميلة والصعبة وبقت ذكرى في دماغنا، ولو ما كنتش لسه اتولدت أديني اديتك لمحة عن شكل العالم وقتها. وخليني أصدمكم وأصدم نفسي وأقول لكم إن 2010 النهاردة في وقت نزول الحلقة مر عليها 14 سنة. شفت مروا بسرعة إزاي؟ إحنا خلاص خلصنا رحلتنا ورجعنا تاني وقتنا الحالي. نتمنى جدا لو عندك ترشيح لمواضيع أو مواضيع حابب نتكلم فيها ابعت لنا على رسائل الصفحة وهنقرأ كل تعليق. وما تنساش في الآخر تعمل لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب. استنانا الحلقة الجاية. سلام.